السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. الا كنتو كتشوفوا الفيديو ديالي في الصباح كنقول لكم صباح النور وصباح الخير والسعاده، ويا ربي نهاركم يدوز كله زوين ان شاء الله، وبكاع الخيرات اللي فيه يا ربي يرزقها لكم. كنتو كتشوفوه في الليل، كنتمنى تكونوا دوزتوا وقيته زوينه ونهار زوين، وان شاء الله الغد ليه تعيشوا احسن نهار في حياتكم. المهم انا دابا غادي نصاوب العصير ديال كيف ما كتعرفوا راه عندي الخزان ديال الحديد هابط، وانا دابا كنتحارب باش زعما نعوض شويه. هنا غنشارك معكم واحد العصير اللي كيعطي الطاقه. فعلا هاد العصير انا فاش كنشربه كنحس براسي انني قادره نوقف النهار كامل ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كنحس لا بسخفه لا بعيا لا بوالو، كندير الاشغال ديالي عاديه، كنقدر نتحرك، يعني ما كنحسش بالتعب. فهاد العصير زوين بزاف، اللي بغا تجربو ما غاديش تندم عليه. العصير انا كناخذ الليمون، الا كان عندك الطريق كيكون حسن، الا كان زعما ما مكونجليش انا هذا دايره في الفريغو. غادي نقطعو، كنحتاجو العصير كنخليه في الفريغو، كنخليه بالقشره ديالو لانه القشره ديالو كنعرفوا القشره ديال الليمون غنيه بالفيتامين سي، وفي نفس الوقت كتعطيني انا واحد لوغو زوين. ما عرفتش واش كلكم كيعجبكم هذاك لوغو ديال القشره ديال الليمون او لا. اللي ما كيعجبهاش تحيدو. كنقي ليه هكا لباليه شي عظيمات، وكنديرو درت الباربه درت الليمون، وغادي نزيد عليهم واحد 2 كيسان ديال الماء صافي ونطحنو. انا نورمالمون كندير في واحد لا ماشين، من بعد نعاود نتشاركها معكم. كدوز ليا غير العصير فقط، العصير ديال اي حاجه، ديال الخضره، ديال اي حاجه بغيتها، ديال الديسير ولا هادي. ودابا يعني قلت نشارك معكم هادي، ماشي كلشي عنده هذيك لا ماشين، يعني راه غير بهادي راه نقدر نصايبو ونصفيه ونشربو. المهم حتى حاجه ما تخليني نعكز. غادي نزيد قلت لكم 2 كيسان ديال الماء بارد، وغادي نطحنو مزيان ونصفيه ونشربو. وديك الساعه عاد ندوز للشغالات ديالي على بال ما نوجد الفطور. قلت لكم كيعطي واحد الطاقه زوينه. والله البنات ما حسيت لا بعيا لا بتا شي حاجه، وانا فاش كنشربو هذا كنت كنفطر فيه كنت في رمضان كنسبقو اول حاجه كنفطر بها هو هذا العصير، ماشي غير بهاد 2 مكونات. دابا نعاود نشارك معكم بزاف الانواع ديال العصير بهذا الشكل صحي وزوين. ومهم شي حاجه اللي كتعطيك الطاقه النهار كله، كتحسي نتيا بالطاقه. بحال في رمضان فاش كنت كناخذه صافي النهار الاخر ما تنحسش بالسخفه. في النهار اللي تنفطر به هو ما تنحسش بالسخفه كاع النهار الاخر. ولا ما فطرتش به النهار الاخر كتلقاني سخفانه ومصهطه، وغير كنسول امتى غيأذن امتى غيأذن صافي كنسخف. داكشي باش ولفتو، يعني في رمضان كنت ضروري خصني نشربو باش كنقدر نوقف. صافي قلت لكم البنات هنايا طحنتو هكا. اللي بغات تخليه هكا البنات بلا ما تصفيه راه كيجي زوين، يعني كله فوائد. واللي بغات تصفيه راه تصفيه وتشربوه. حتى الوليدات الصغار راه يجيهم زوين. انا ما زدت فيه لا سكر لا حتى شي حاجه، خليته هكا. كيعجبني داك لوغو ديال الليمون وداك المهم كيجي غزال غزال. صافي انا غادي نشرب العصير ديالي وغادي نمشي باش نوجد معكم الكيك اللي اكيد انه غادي يعجبكم. ودابا الزينات ندوزو واش نوجدوا الكيك اللي قلت لكم كيجي خفيف وكيجي زوين للفطور. هنا عندي 3 ديال البيضات. البيض راه فضلت انني نقلب كل بيضه هكا في الزلافه، حيت عرفتوا دابا الحال سخون ضروري كتلقاي البيض فيه اللي خاسر. صافي خديت 3 البيضات. القياسات انا خديتهم هنايا بالكاس كبير، درت عيني ميزاني تقريبا. ودوك الكيسان اللي انا عبرت بهم راه كيديروا تيهزوا 200 غرام، ولكن نتوما غادي ديروا كاس ديال السكر، وعلى حساب الحلاوه اللي كتبغيو. كاس ديال السكر سنيده مع 3 ديال البيضات مع 2 ديال النكهه ديال الزهر. وكل اشنو كيفضل، الا كتفضلي الفاني ديري فاني، انا كنفضل الزهر. درت 2 ديال الساشيات وغادي نخدمهم حتى هما مزيان. وغادي نضيف 1.5 بقياس العنبه ديال الحليب اللي بارد، ماشي بالضروره تدفيه اولا حليب عادي جدا من الثلاجه جبدته خدمت به. تما خديت القشور ديال الحامض محكوك اللي من زدت معاهم شويه ديال اللب ديالهم. ها ما كيجيش باين كاع نهائيا، ولكن كيعطي الكيكه واحد كتجي سوفلي وكتجي فنه، بحال فاش كتضيفي بيكربونات الصودا، بحال هذاك اللب ديال الحامض اولا العصير كيجي غزال. المهم هنايا البنات
ضفت نص كاس ديال بالقياس ديال العنبه نص كاس ديال الزيت. وهنايا عندي 500 غرام ديال الطحين مخلطاه انا ما بين الفورس والفينو، ومغلبه شويه الفينو على الفورس على الدقيق الابيض، كتجي فنه. صافي غادي نخلط مزيان وعاد غادي نضيف الخمارات. انا الطحين عندي مغربل ولكن الخمارات ما غربلتهم ما حتى شي حاجه. صافي قلت لكم كيكه ديال الزربه ديال الفطور. صافي غادي نحط نخلط، ما احتاجيت ندير لا باتور لا نديرها في الميكسور لا حتى شي حاجه، خدمتها هكاك عادي غير كيكه بلديه ما غنزوقها ما حتى شي حاجه ما كاين لا ديكوراسيون لا حتى شي حاجه البنات. المهم كيف ما قلت لكم راه كيكه ديال الزربه ديال الفطور هكا ما تحطيش الطبله، ما كتبغيش تحطي الطبله هكاك خاويه، كتبغي تفطري بشي حاجه هكا سخونه وصافي. المهم انا صايبتها جات زوينه فنه وحماقوا عليها. قلت لكم الطحين غادي نخلي المعلقه الاخرى هي اللي غندير معاها الخمارات، وغادي نضيف واحد المكون اللي انا ديما كنضيفه باش هكا كتجي الكيكه كيساعد الخمارات باش يخدموا اكثر. المهم انا درت هنايا 2 ديال الخمارات حمرين، القياس ديال 7 غرام، وصافي غادي نخدمهم حتى هما مزيان. وعاد غادي نضيف قطرات ديال الخل، ضيفي تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الخل اولا بيكربونات الصودا. الخل الحامض وبيكربونات الصودا كلهم كيخليو الكيكه تجي منفوخه وكتجي ناجحه، غير هو ما تكثريش عاوتاني بزاف. صافي وعلى حساب المول عاوتاني البنات كل وحده دير المول اللي هي واش بغاتها تجي عاليه واش بغاتها تجي هابطه. المهم انا المول غادي ندير غير المول العادي، عرفتوا المول القديم هانتوما غتشوفوه ديالنا ديال الالومنيوم. صافي ولا غادي نخدم فيه. وهنايا البنات اللي ما كيعرفوش القياس ديال، كنهضر مع البنيتات اللي عاد بادين ما كتعرفيش القياس ديال الكيك باش تعرفي صافي واش بركه تحبسي من دقيق ما تبقايش تزيديها، كتبي 8 سواء بالمعلقه اولا بداك الشيء باش كتخدمي، كتبي 8 الا بقات ثابته هذيك 8 في الكيك صافي راه وصلتي لحد اللي خصها تبقى فيه. صافي دهنت المول بالزبده ولبستو بالطحين وغادي نخوي فيه الخليط وندخلو الفران اللي سخنته على درجه الحراره ديال 180 درجه. ماشي سخنته في حقيقه حتى كندخل كان قبل ما ندخل الكيك كنشعل صافي، ماشي زعما كنسخن الفران. وصافي غادي ندخلها للفران ونخليها حتى تبان ليا الكيك تنفخات وبدات كتحمر من الجناب ديالها. عاد كنشعل عاوتاني الفوق، انا كنشعل غير لتحت حتى كتبان ليا تنفخات مزيان وبدات كتحمر من الجناب، عاد كنشعل الفوق. صافي راه هنايا كنهوي الكيك، راه كلكم كتعرفوا تهويو الكيك باش يجي ناجح اكثر. المهم اي استيوس كتنجح الكيك ديروها. وصافي هذا ما كان، انا كنعرف بزاف ديال البنات ما كيصدقش ليهم الكيك، والله العظيم كنلقى بزاف البنات في الجروبات كيقولوا كيعانيوا من هذه المساله ديال الكيك. الحمد لله ديما تينجح الكيك معايا. صافي قلت لكم راه ما غنزوقها ما حتى شي حاجه، شوفوا شحال كتجي فنه، كيكه بلديه ديال شحال هذه البنات اللي تنحطوها في الفطور اولا في الكوتي. وهذا ما كان شاركتها معكم بكل حب، ونقول لكم نخليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. خليتكم على خير، الله يسهل عليكم ويعاونكم، كنموت عليكم. بسلامه.